السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تقدم لكم قناة كوربرس واحد. إن شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نهضروا على الشيما ديال سيركوي تريغوريفيك، شيما ديال التويوتري فلويديك، وغادي نضيفوا بعض لي كومبوزون د سيكوريتي و لي كومبوزون انكس. كما كنتو شفتو قبل عفوا كما كنتو شفتو قبل انه كنا شفنا 4 ديال لي كومبوزون، منهم الكومبريسور وشفنا الكوندونسور وشفنا الديتوندور وليفابوراتور. هادو هما 4 ديال لي كومبوزون اللي كنا شفنا عملية التشغيل والتبريد كيفاش كتتم. بالنسبه هادو هما بعض المواد الاساسيه، ولكن كيتبدلوا هاد 4 ديال المواد، هاد لي كومبوزون الاساسيين كيتبدلوا، ماشي كيتبدلوا، كيتزاد فوق منهم، اما ما كيتبدلوش دائما 4 خصهم يكونوا كيتبدلوا. فمثلا شومبر فلوا اللي الكومبريسور ديالها كيكلف واحد 10 مليون، 5 مليون، 20 مليون، خصنا نوفر له واحد الحمايه قصوى باش ما يتحرقش. كذلك اي كومبوزون من هادو خصنا نوفر له حمايه، وفوق هادشي هذا خصني اي كومبوزون يقوم بالدور ديالو كما يجب. لهذا كنزيدوه واحد لي زاباراي وحداخرين، وخصني البروده تولي في احسن حال. لهذا كنحرص باش يكون ديك البرانسيپ ديال الفروا موجودين في اي نقطه من النقط اللي عندي. لهذا كنبداو مثلا بالكوندونسور. مثلا خص تكون عندي الكوندونساسيون مزيان، الفلويد خصو يكون غادي كيبرد، ليا الموتور. خصو يكون الفلويد غادي كيبرد. لهذا كنضيفو مثلا محرك بالهواء اللي كيبرد لي على هاد، اللي كيخلي لي لا يدوز باش هاد الكوندونسور هذا كيبرد لي. يعني عندي كوندونسور اير فونتيلي. من بعد هاد النقطه الاخيره ديال الكوندونسور اللي خصني تكون عندي 100% ليكيد كما كنا شفنا من قبل، كنزيد ناكد عليها. ربما توصل لي 70% ليكيد، ربما توصل لي غير 90% ليكيد. اذا باش نتاكد ان في هاد لا لين ليكيد عندي كو دو ليكيد، كندير واحد الريزرفوار د ليكيد، او كنقولوا بوتاي دو ليكيد. هاد البوتاي دو ليكيد هي هذه البوتاي دو ليكيد ديالي، باش ديك الفلويد اللي تيدخل لهنا، يعني الليكيد غيكون عندي لتحت، هنا غيكون عندي الليكيد، وهنا غيكون عندي الفابور اللي مازال ما تكوندونساش. وهذا التيب هذا كيتسمى لو بلونجور، اللي كيكون واصل حتى التالي ديال الريزرفوار ليكيد، باش كنتاكد ان هنا غيكون عندي غير الليكيد في هاد لالين هادي. وهاد الريزرفوار ديال الليكيد كتكون 80% ديالها، 80% ديال الحجم ديال هاد الريزرفوار الليكيد هو اللي تيهز الكونتيتي اللي قادها لي بالغاز لهاد لا شومبر فروا، كتساع 80%. يعني الا عبرنا الحجم هاد الريزرفوار في الشومبر فروا حسبنا حسابيا وعرفنا 80% واش هي يطرو ونص، غتكون كتحسب بالمتر كيوب ديك القيمه اللي غنلقاو. هذاك هو القيمه الكميه الغاز اللي خاصها من هاد الشومبر فروا. و20% كتبقى بالنسبه لتغيرات حراره الطقس، السخونيه، باش فين يتدالا فين يتمدد الماده، والحساب الخطا زياده او نقصان كتخرج 20%. وكتصلح لي عاوتاني حاجه اخرى، هاد الريزرفوار د ليكيد كتصلح لي باش ملي كنبغي مثلا غادي نحول هاد الشومبر فروا، غنزولها من بلاصه لبلاصه، او ديك الغاز اللي فيها ما بقاش صراحه غادي نزولو، تنسد كيكون هنا فيها واحد الفان اتروا فوا هو هذا اللي هابط للقرعه، وفوا هو اللي غادي لي لا ليكيد، وفوا فين تندير انا المانيفولد ديالي ملي تنبغي نعبر شي حاجه. فيها 3 فوا، كنسد هاد الفان هذا، وعندي فان 3 فوا اخر هنايا. اذا كنطرق لي فان ديالي، كنطرق هاد الفان هذا، وكنخلي الموتور يروفولي
الغاز كيأسبيري كيدير لي الفيد لانستالاسيون وكيرفولي في هذا الاتجاه هذا حتى كتجمع لي القيمه ديال الغاز كامله هنا وكنسد وكنسكت لانستالاسيون وكنهز ديك الغاز هنا بلا ما ندير بلا ما نيجاجي ديك الشيء في الطبيعه. من بعد باش ما تكونش عندي ليميديتي في هذا السيركوي هذا كندير واحد الفلتر ديزيدغاتور. كيكون عندي اتجاه واحد هذا الفلتر باش تكونوا عارفينه. كيكون عندي اتجاه كيكون فيه السن يعني لونطري والسورتي. هذا الفلتر هذا كيكون فيه واحد النوع ديال الحجر اللي تيزول اللي كيابسوربي ليميديتي باش الا كانت عندي شي حاجه ديال ليميديتي في السيركوي كيزولها لي هذا الفلتر هذا. ومن بعد تندير واحد الفوايون ليكيد. هادشي راه حاجه حنا هضرنا عليهم في الفيديوهات. بالنسبه للفيديوهات اللي سبقوا اللي ما شافوش يدخل لاشين ويشوف لي فيديو ديالنا كاملين اللي فيهم هاد لي بياس هادو حاجه بحال درنا عليها الفيديو ديالنا. هذا الفوايون ليكيد هذه كنا شفناها عندها الداخلين ديالها كيكون اللون ديالو خضر وتيتبدل ما بين الخضر والصفر على حسب ليميديتي ديال الفلويد. هذا واحد الملح كيميائي يعني ملي كتكون عندي ليميديتي كيكون خضر مزيان. ومنه تنشوف ديك الليكيد اللي دايز وصل انستالاسيون فيها ممكن تشارج ولا اكسيد شارج. بالنسبه للمحترفين تيعرف واش كاين الشومبر فروا ناقصه من الغاز ولا فيها الغاز غير انطلاقا نشوف غير هاد الفوايون هذه باش كنتاكد ان هذا الفلتر هذا داير خدمته انا ما عنديش ليميديتي. ومنه كنتاكد ان الليكيد عندي هنا في السيركوي كاين الليكيد. ومنه كنتاكد واش كاين ممكن شارج ولا اكسيد شارج. هادو بالنسبه عاوتاني باش توزع لي البروده في قلب الشومبر فروا كتكون عندي عاوتاني هنايا رياحه موتور بالرياحه ديالو اللي كيخلي لي هاد البروده اللي هنايا كيوزعها لي. هاد الريح كيوزع لي البروده اللي في ليفابوراتور. بالنسبه حنا كنا قلنا قبل ان الكمبريسور ديالنا كياسبيري ويرفولي لي فابور غير لي فابور كياسبيري ويرفولي غير لي فابور يعني ما خصنيش يوصل له الليكيد. الا انا خصني نحمي هاد الموتور هذا باش ما يوصلوش للليكيد. لهذا كندير واحد البوتاي اونتيكو ليكيد. هاد البوتاي هادي هاد البوتاي هادي داير على هاد الشكل هذا باش الفلويد اللي جاي من ليفابوراتور الا كان الفابور راه خلاص غادي يطلع للبنا. وإلا كان شي حاجه اللي كطيح لي هنا الا كانت شي حاجه ما تيفابوراتليش ما صافاش تيفابورا غترسب هنا غتطيح براسها لتحت. وهذا لونطير ديال الكمبريسور هاي هي حتى هنا يعني غادي ابسوربي غير الفابور 100% فابور غتاخد لي 100% فابور. فابور غادي تاخد كما تفضلوا. هذه بالنسبه للكمبريسور باش نتاكد انه كياخد لي 100% فابور. شنو هما لي كومبوزون اللي كنزيدو باش نديرو السيكوريتي ديالنا. مثلا هذا المحرك هذا اللي كيكون خدام كتكون عندي الكوندونسور عامر بالليكيد البوتاي عامر بالليكيد لا ليكيد عامر بالفلويد ليكيد. ومن بعد هاد الصوصي هذه اللي فيها الميلونج ديال الليكيد والفابور هي السبب باش تستني البروده. نعتبر ان الموتور وصلت لي الشومبر فروا الحراره اللي حنا باغيين الموتور وقف. شنو تيوقف لي الموتور؟ هنا عندي لا هوت بريسيون كما كنا شفنا من قبل ترجعوا الظروف ديالكم. هنا عندنا لا باس بريسيون. اذا ديك الليكيد غيبقى كيدوز لي لهنا. من بعد ملي غيبغي النوبه الثانيه الموتور يديماري غيلقى ما كاينش كاع غيبدا يخدم من الزيرو غيبدا عاد ياسبيري لي ويرفولي وتعاود العمليه ديال الكوندونساسيون. هادشي غادي يولي غيتعطل. عندي واحد الروطار كندير هنا واحد الالكتروفان هو كنا درنا الفيديو هذيك. هاد الالكتروفان هذا اللي كيحبس مجرد ما كيحبس الموتور باش كيخلي له البريسيون بوحدها ولا باش كيبقى لي الليكيد بوحدو والفابور بوحدو باش ملي يديماري الموتور النوبه الثانيه كيف غيديماري الليكيد اللي يدوز لي السيركوي ديالو.
حاجه واحده اخرى بالنسبه للموتور ديالي، راه عنده هنا الزيت في الكارطير، عندي الزيت اللي بالنسبه للاحتكاكات وبالنسبه للحراره باش نقص عليا الحراره. اذا خصني نضمن ان هاد الزيت هذا يرجع لي السيركوي ديالي، ما يبقاش غير يتابع لي هنايا الزيت وما يرجعليش للسيركوي ديالي. كندير واحد سيباراتور دويل، ندير واحد سيباراتور دويل هنايا باش ملي كيرفولي لي في الرفولمون ديال الكمبريسور كتدخل السيباراتور دويل، كتكون عندنا واحد الشبكه باش ديك الفلويد كيضرب في ديك الشبكه وكيدوز، ولكن ديك الشبكه كيتعلق فيها ديك الزيت وغيقطر من الزيت هنا، وكنديرو ديك الزيت باش غادي يرجع لي للكمبريسور ديالي. ولكن انتبهوا معايا هنا، يعني هذه رفولمون، ولا رجع لي الزيت لهنا يقدر يبقى يتاسبير هاد الكارطير راه مع لا باسبريسيون، غيبقى اسبيري ويرفولي، غادي يدير واحد السيركوي فيرمي وما غيبقاش ندير واحد البريسيون لا باسبريسيون، خدم غير هنايا الكمبريسور. اذا تنديرو هنا الكتروفان اخر، ندير الكتروفان اخر نسميو هذا ايكغيك جوج ونسميو هذا ايكغيك ان. هاد الالكتروفان هادو تيخدمو بالعكس، منين تيكون هذا مفتوح الفلويد راه تيدوز، هذا تيكون عندي فيرمي باش ما يديرليش ديك السيركوي هذا. اين فوا تيسكت لي الموتور وتيسد هذا الالكتروفان هذا، هذا الالكتروفان هذا تيتفتح باش ديك الزيت هادو يهبط، ومن بعد يديماري الموتور هذا غادي يتسد باش متبقاش عندي ديك القضيه ديال السيركوي فيرمي عندي. حاجه اخرى باش نزيد نحمي الموتور ديالي، كندير واحد بريسوستا، بريسوستا باس بريسيون وبريسوستا هوت بريسيون. اين فوا تهبط لي لا بريسيون قل من العادي، يعني اذا عندي مونك شارج، اذا ما خصنيش الموتور يبقى يخدم في الهواء، هذا الترموستات هذا تسقط عليه الموتور. اين فوا يكون عندي شي بوشاج ولا الموتور ديال الريحه سكت لي وارتفعت لي لا بريسيون بزاف، عاود ما طبق لي شي بلاصه فيها السوداج ولا يسخن الموتور بزاف ويتحرق، طلع لي لا بريسيون. هادو هما لي زاباراي ديال السيكوريتي وديال لانكس اللي كنديفوهم من الشومبر فروا باش ناكدوا على البروده ديالنا، نحرصوا باش تكون البروده في احسن الحالات ديالها، ونحرصوا على لاباراي ديالنا باش تقوم بالدور ديالها وما تتحرقليش. هادو باش ما نضيعش انا ديك الموتور، حيت راه غالي خصني نحرص عليه، خصني نخدم الموتور ديالي ما يوصلوش الليكيد، ما يخواش ما يخدمش وما كاينش الغاز، ما يخدمش الغاز بزاف، ما يخدمش بلا زيت. هذه هي الكماله ديال الشيما ديالنا القديمه بالنسبه للناس اللي تبعوا معنا. نتمنى تكونوا استفدتوا، كنعتذر على الفيديو الا ما كانش واضح ولا كانوا شي اخطاء في الفيديو. نتمنى تستافدوا، نتمنى ديروا جيم الفيديو ديالنا اللي عجبكم، ونتمناو تشتركوا في القناه ديالنا باش يبقى يوصلكم الجديد، ونتمناو تكومونتيو باش نعرفوا القيمه ديال لاشين ديالنا عندكم. حظ سعيد، نلتقاو في فيديو اخر ان شاء الله.